السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده حابه اعمل معاكم وجبه سهله وسريعه وصيامي لاخواتنا المسيحيين. كل سنه وهم طيبين، واتمنى ان هي تعجبهم. وصفه سهله وسريعه وطعمها حلو. اول حاجه هنا عندي حله فيها زيت. لحنزل هنا ببصله كبيره او بصلتين متوسطين او 4 بصلات صغيرين، هتقطعهم كده اجنحه. اي نوع بصل عنديكي، احمر او ابيض. هنديهم كده تشويحه لحد ما يوصل معايا ايه للون الذهبي. ادي حبايبي شايفينه، عايزين يوصل للمرحله دياتي علشان لسه في مكونات تاني اللي هنحط لها. تمام، كل ما هنحط مكون البصل هيحمر اكتر. هنا عندي ربع كيلو من العدس الاسمر او العدس ابو جبه، مغسول ومنقوع لمده نص ساعه بميه فاتره، ودلوقتي صفيته. وهنا هنزل عليه بالبصل ولحديه تشويحه من 5 دقائق ل7 دقائق، مش اقل من 5 دقائق. لازم تشوحيه كده، ولازم تحسيه ان هو اتشرب وتغلغل ايه في الزيت. عشان كده احنا مكترين الزيت، عشان لسه معانا مكونات تاني اللي هنحطها. عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا اللي هاخد ال5 دقائق او ال7 دقائق اقلب فيهم كده، وبعد كده ايه هرجع لكم. هنا بعد ما شمعنا ايه العدس ابو جبه، شايفينه لازم يتشرب كويس ايه من الزيت. هنزل هنا بميه لحغمر كده ايه العدس بتاعي بالميه، وحسيبه ايه يستوي. انا عايزاه يكون 3/4 سوا، عشان لسه في مكون تاني لسه ما حطيناهوش. اهني زي ما غمرته كده بالميه، اول ما هعرفه وصل 3/4 سوا هرجع لكم. هنا يا حبايبي بعد ما استوى معايا العدس 3/4 سوا اهو. ما تقلقوش الريمه دياتي من البصل اهي 3/4 سوا. هنزل معايا هنا بنص كيلو مكرونه. الكيس دياتي 250 جرام، يعني هنزل ب 500 جرام من المكرونه. ادي شايفينه، ادي 250 لو ملاحظينها وشايفينها اهي 250 جرام الكيس. يعني انا حطيت هنا 500 جرام، نص كيلو. اي نوع مكرونه ممكن تستخدميه، خواتم او مرمريه. بعد كده هنزل ايه بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل و7 بهارات ومكعب مرقه بتاعت خضار. هقلبهم وحسيبهم بقى ايه يستوي. بس طبعا هدوق الملح، لو لقيته مظبوط يبقى تمام، لقيته محتاج ملح هحط له ملح. هغطيه بقى واسيبه يستوي، وبعد كده هرجع لكم. ادي المكرونه يا حبايبي طبعا ايه استوت، بس لسه طبعا وصفتنا ما كملتش. تعالوا بينا يلا كده هنكملها قبل نطفي عليها. هنا عندي طاسه فيها شويه من الزيت، واللي هنزل هنا بالثوم 7-8 فصوص ثوم كده، تفرميهم في الكبه. وهنعمل احلى طشه للمكرونه، بجد اكله حلوه وطعمها حلو وجميل. هتحبوها وهتعملوها كل يوم. الوصفه دياتي انا بحبها جوسي صراحه. بحب اجيب كده المكرونه قدامي، والمعلقه في ايد اليمين والعيش في ايد الشمال، واقطم من العيش واحط معلقه في المكرونه. طعمها خطير جدا هي وجوسي. بس طبعا كل واحد وذوقه، حباها جوسي اعمليها، حباها تكون يعني ناشفه كده من غير ميه اعمليها. انا اللي هخليها ايه وسط، علشان انا بحبها جوسي، وعندي اللي بيحبها ايه يعني ناشفه كده من غير ميه. فهحب اعملها ايه وسط، تكون طريه يعني شويه خفيف كده. بجد والله العظيم الطشه دياتي لما بتحطيها على المكرونه بتفرق في الطعم. ادي حبايبي لونها الذهبي الجميل. تعالوا بقى هنحطها ايه على المكرونه.
احلى طشه حلوه جدا وريحتها جميله. تعالوا بقى ايه هنديها تقليبه كده خفيفه علشان المكرونه والعدس يتشرب ايه من الثوم. وبكده تكون وصفتنا ايه زي ما قايله لكم اهي، مخليها طريه شويه علشان احب اكلها ايه مع العيش. هتقولي ازاي بتاكل المكرونه مع العيش؟ هقول لكم فعلا انا بحب اكل المكرونه جوسي بالعيش، واحب اكل المحشي كمان بالعيش، واحيانا بحشي الرز كمان بالعيش. والله العظيم عيالي بيستغربوا علي ازاي يمي بتاكلي النشويات بالعيش. انا لازم العيش في كل حاجه. بكده حبايبي وصفتنا تكون ايه جهزت، وتعالوا بقى ايه هنقدمها. هنغرف في المكرونه بتاعتنا الجميله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا جماعه ريحتها حلوه قوي جميله، عايزاكم تجربوها هتعجبكم والله. دي حلوه جدا. شايفين انا زي ما قلت لكم اهي عملتها ايه يعني خفيفه كده شويه، لا هي ناشفه ولا هي طريه اهي. شايفين شكلها حلو ازاي؟ طعمها حلو جميل، وعايزاكم تجربوها مع العيش زي انا ما بحبها كده مع العيش. شايفين والله مش عارفه اقول لكم ايه، بقطم كده من العيش واكل كده، وزي ما شايفينها كده اهو حلوه، لا هي ايه ناشفه ولا هي طريه. والله طعمها خطير خطير خطير، عايزاكم تجربوها. حابه بس ايه تجربوها وانتوا عصرين عليها بقى ايه ليمونه، او حاطين جريها طبق مخلل. يا خرابي والله العظيم تحفه جدا 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 جدا. بس اعصري عليها ليمونه وحتدعيلي.